السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد أوقاتكم أصدقائي. نبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم راح تكون حلقتنا عن فوز ريال مدريد في أول مباراة في الموسم. الريال استهل الموسم بفوز من بداية على أتلتيك بلباو بهدفين مقابل لا شيء. في البداية طبعا المشجع المدريدي بيقول لك يا عمي أنا ما بدي أداء، ما بدي شو، أنا بدي 3 نقط وبس، لأنه بداية الدوري أنه تفوت على الدوري ومعك 3 نقط طبعا أفضل ما تكون كل الفرق عندها 3 نقط وأنت بصفر نقطة. يعني تصور جيرونا، ختافي، سيلتا فيجو عندهم 3 نقط فايزين بأول مباراة، والريال مركز 12 ولا 13 ولا 16، يعني بتكون معنويا شوي قوية. طبعا بدأ ريال مدريد بالمباراة. أتلتيك بلباو أول 10 دقايق نزل، يعني اللي شاف الأول 10 دقايق بيقول يا سلام شو مستني ريال بهاي المباراة. بس الريال ما تأخر كتير، يعني احتاج 10 إلى 11 دقيقة وقال له لبلباو هي الهدف الأول عن طريق بيلينغهام. الريال دخل بتشكيلة 4-4-2، كروس ومودريتش كانوا على مقاعد الاحتياط. هذا شو بدل انه كارلو انشيلوتي هاي السنة عم يفكر انه يزيد الشباب بالملعب اكتر وينزلوا اللاعبين المخضرمين ضمن المباراة. طبعا المباراة كلياتنا شفناها اداء حلو من الريال. بلباو حاول في البداية، لكن خبرة وحماس لاعبين الريال يعني كانت ظاهرة بالمباراة. كم نقطة سريعة رح نلقي الضوء عليهم. كارفخال كان بالمباراة الودية أداؤه سيء كتير. اليوم شفنا كارفخال يعني أداؤه جيد إلى جيد جدا، فينا نقول جيد، يعني كان مساعد لرودريجو في الجهة اليمين وأدى مباراة. يعني جماهير ريال مدريد ما بدها أكتر من هيك، يعني ما بدها أنه يكون أداء سيء كتير. خلاص أنت ظهير، عمل اللي عليك، ساند هجوميا، كون متمركز دفاعيا بشكل صح، وما بدها شيء، ما بدها أكتر. جماهير ريال ما بدها أكتر من هيك، لأنه صار في عليه انتقاد كتير هاي السنة اللي راحت. كمان رح نشيد باللاعب قلب الدفاع ألبا اللي قدم أداء ممتاز، ويمكن نقول عنه أنه هو أحسن لاعب في المباراة. طبعا في كمان نقطة على بيلينغهام، يعني هاي 100 مليون، شفتوا ليش بندفع 100 مليون باللاعب؟ هاي أمامكم بيلينغهام، لاعب من الطراز الرفيع، مساندة هجومية، ووصل الخطوط مع بعضها، ضغط، يعني تتهنى جماهير الريال بهذا اللاعب. بالمجمل كان اليوم الريال بالموعد مع جماهيره وقدم أداء ونتيجة حلوة. طبعا ذكرنا بالبداية انه 3 نقاط هي اهم شيء، بس يا سلام اذا اجت ال3 نقاط مع اداء حلو، يعني بتكون جماهير الريال مروقة وعال العال. وبعدها مثل ما شفنا ما طول كتير الريال لحتى ضاف الهدف الثاني. واتلتيك بلباو حاول، مع انه عم يلعب على ارضه وبين جمهوره، وكان الجمهور عم يعطي اول شيء صخب، وتوقعنا انه يكون اداء بلباو احسن من هيك. بس الهدف في اول 10 دقائق يمكن قضى على المعنويات اللي عند الجمهور كلها. طبعا ما راح نطول عليكم كتير، كلياتنا شفنا المباراة. ريال مدريد استهل الموسم بفوز ثمين ب3 نقاط، وحط الضغط على برشلونة. يعني من بداية الدوري هيك راح يكون، مين بيلعب أول بين برشلونة وريال راح يحط الضغط على التاني. راح نشوف اليوم برشلونة شو راح يقدم مع ختافي. ألف مبروك لجماهير المرنجي بأول 3 نقاط في الدوري الإسباني الليغا. ما رح نطول عليكم، يسعد اوقاتكم جميعا. يا جماعة لا تنسونا من اللايك والاشتراك لتدعمونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.